قرية الأرمد هي إحدى قرى ممسى الكراب في عزلة السارة، وتقع قرية الأرمد على هضبة مطلة كأنها تعانق السماء، وتشرف على امتداد واسع من الأودية والجبال. وتشكل هذه الهضبة امتدادا طبيعيا لسلسلة جبلية محيطة بها. هنا لا تتحدث الطبيعة فقط، بل يروي المكان حكاية الإنسان، جبال وعرة وتضاريس حادة رسمت للأرمد موقعا استثنائيا، ومنحتها إطلالة تأسر القلب قبل العين. وفي مواسم الخير تكتسي الجبال بالخضرة، وتتناثر الأشجار كأنها نبض حي يعيد للحياة هدوءها وسكينتها. أما السفوح فليست مجرد منحدرات، بل ذاكرة تعب وجمال، فقد نحتها الأهالي مدرجات زراعية زرعوا فيها الأمل وسقوها من ماء السماء. هنا المناخ معتدل، والهواء نقي، والنسيم الجبلي يحمل في طياته راحة لا تشترى. لكن الأرمد ليست طبيعة فقط، بل إرادة وعزيمة رغم الإهمال وقلة الإمكانيات، بل صنعوها بوحدة الكلمة وتكاتف الأيادي. أنشأوا مشروعا للمياه ليكون شاهدا على أن التعاون يصنع المستحيل. ولأنهم يؤمنون أن العلم حياة، امتد طموحهم نحو التعليم، فأسسوا مع جيرانهم في خنبة مدرسة الحسن بن الهيثم، منارة أضاءت دروب الأجيال. حتى الطرق لم تكن موجودة، لكنهم شقوها بأيديهم متحدين وعورة الجبال ليفتحوا لقريتهم نافذة نحو العالم. فهو